عزيزي المشاهد، لو كنت من محبي الأكشن والدراما الشعبية والشقاوة وشغل الأشباح وولاد البلد، أنت على موعد مع الإثارة والمتعة في رمضان 2024. مسلسل العتاولة، وشكله كده اسم على مسمى. لايكك الجميل وسبسكرايبك اللذيذ عشان توصلك كل فيديوهاتنا الجاية. وتعالى بقى أحكي لك حكاية مسلسل العتاولة، كواليسه وأبطاله وكل حاجة تخصه، عشان تتفرج على ملحمة شعبية من اللي قلبك يحبها. حدث ما بيحصلش كتير في تصوير المسلسلات. أثناء تصوير مسلسل العتاولة وبالتحديد في اسكندرية يوم 11 ديسمبر اللي فات، اتفاجئ العاملين في المسلسل بوقف التصوير رغم ضغط المواعيد وسباق الزمن عشان رمضان. لكن لما عرفوا السبب فرحوا جدا، وكله انضم عشان يشارك في الحدث الكبير. شركة الإنتاج والمخرج قرروا وقف التصوير عشان كل فريق العمل يروح يشارك في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 اللي فاز بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفعلا كله نزل على اللجان وأدى الواجب الوطني. نسيب بقى الانتخابات ونشوف حكاية المسلسل. في البداية تعال نشوف مين مؤلف المسلسل. المؤلف هو هشام هلال، وبنظرة سريعة على سابقة أعماله ممكن نتعرف على ملامح المسلسل الجديد. هشام هلال يعني حواري بوخارست، يعني كازابلانكا، يعني طرف ثالث. أعتقد كده عرفنا الجو العام للحدوتة. طب مين المخرج؟ المخرج أحمد خالد موسى. موسى يعني بابا المجال، يعني ملوك الجدعنة، يعني لعبة إبليس، يعني من الآخر اللي خايف روح. نخش بقى على الأبطال. سنة 2006 ظهر ثنائي درامي لو كان استمر كان هيكسر الدنيا، بس ما حصلش نصيب غير في 2024. بعد 18 سنة من لقائهم الأول في فيلم عن العشق والهوى، يعود الصديقان أحمد السقا وطارق لطفي إلى الشاشة معا. السقا بتاع الأكشن والحركة والفرهدة طول ما أنت بتتفرج، مع طارق لطفي بتاع الأدوار المركبة والفلسفة والعمق. يعني ثنائية قادرة تخطف أي حد وتوديه حتة تانية خالص. السقا ولطفي هيبقوا 2 إخوات، ومعاهم مريم محمود الجندي من منطقة شعبية، والاتنين السقا ولطفي ما بيحبوش بعض، ودايما في ما بينهم صراعات ومشاكل. وده راجع بنسبة كبيرة لأمهم اللي هتقوم بدورها حنان يوسف. وما أدراك ما حنان يوسف، آخر أدوارها كان أم أحمد فهمي في سفاح الجيزة، وللأمانة كنت بخاف منها وأنا بتفرج أكتر من السفاح نفسه. أم السقا ولطفي هيبقى ليها دور كبير في التفريق ما بينهم وإثارة الفتنة، لدرجة إن ابنها الكبير اللي هو أحمد السقا هيطلق مراته اللي هي مي كساب، ويسيب البلد ويهج على بلاد بره عشان يسدد ديونه ويحسن أوضاعه المالية. وفعلا بينجح بطريقة غير شرعية في السفر، ويقدر ينجح ويعمل ثروة كبيرة تأمن حياته، فيقرر يرجع مصر ويبقى رجل أعمال كبير والدنيا تظبط معاه، فيقع في حب زينة. لحظة كده، طليقته مي كساب وحبيبته الجديدة زينة، التركيبة دي أنا شفتها فين قبل كده؟ فين؟ كانت السنة اللي فاتت في جعفر العمدة. المهم، الأخ الصغير هيحاول يقلد الأخ الكبير ويمشي على نفس خطواته، إلا إنه هيفشل بره ويواجه مشاكل وصعوبات كتير، فهيقرر يرجع يرازف أخوه ويدخل معاه في صراعات طاحنة. وهنا بقى بيظهر عملاق الشر في الدراما العربية، باسم سمرة. باسم اللي كل أدواره شر، بس مفيش دور شبه التاني. ومع الأحداث هنتابع وجوه نسائية كتير في المسلسل، منهم هدى الأتربي، ودي هتبقى بنت من حي شعبي عايزة توصل بأي طريقة وتغير حياتها، بتشتغل في فندق كبير وهيكون ليها دور كبير في مجريات أحداث المسلسل، هي وأمها اللي هتقوم بدورها الفنانة الكبيرة ميمي جمال. واحد يسألني ويقول لي طب إيه، هو المسلسل كله أشرار كده؟ أقول له لا طبعا، عندنا عم صلاح عبد الله، واللي هيكون صوت الخير والضمير، واللي هيتدخل في اللحظات الحاسمة من عمر المسلسل عشان المعادلة تتظبط. المسلسل برضه هيشهد أدوار مميزة جدا لأحمد كشك ونهى عابدين. المسلسل هيبقى 30 حلقة وهيكمل معانا لآخر رمضان. وبكده يبقى حكينا حكاية واحد من أهم مسلسلات السنة دي، واللي مرشح إنه يتربع على قمة الترند طول الشهر الكريم. استنونا في حلقات تانية عشان ناويين نعمل التوب 10 للمسلسلات، أجمد 10 مسلسلات السنة دي. من ورا مصنع الكراسي، تحياتي.